ده غير القروض الكتير اللي أخدها من الدول الأوروبية بفوائد عالية، وده اللي خلى إن مصر عرضة للتدخل الأجنبي. وركز الخديوي إسماعيل على إنشاء الأحياء الراقية، ما اهتمش بالطبقة الفقيرة، ورجع كمان نظام السخرة لتوفير العمالة اللازمة لبناء المشاريع، وتجاهل أولويات الوطن. الخديوي إسماعيل كان بيمتلك 176 ألف سهم من أسهم قناة السويس، باعهم لرئيس وزراء بريطانيا بمبلغ 100 مليون فرنك. رهن السكة الحديد عشان ياخد قرض. بسبب المشاريع الكتير اضطر الخديوي إسماعيل إنه يقترض حوالي 10 مرات، وكل مرة بيقترض فيها كانت بفوائد أعلى من المرة اللي قبلها. الخديوي إسماعيل كان بيرهن من ممتلكاته الخاصة أو من ممتلكات عائلته، لدرجة إنه هو مرة رهن السكة الحديد وميناء اسكندرية.